السلام عليكم. اتفضلوا معايا. فاكرين من شهر بالظبط كنا استلمنا المكان ده. المكان ده كان فيه مشاكل كبيرة جدا. خلينا نحكي لكم قصة المكان ده وابتدت معانا ازاي، لأن كل مكان بندخله بيكون ليه قصة مختلفة عن المكان اللي قبليه. خلونا مثلا نبدأ من جزئية المطبخ هنا ونقول لكم احنا وصلنا المكان ده ازاي، وكان قبل كده كان حالته عاملة ازاي. المكان ده باختصار عملنا فيه بعض التعديلات المعمارية. في الجزء ده كان فيه شباك، وده هيبان لكم مع البلاي باك عشان تقدروا تشوفوا الجزء ده كان عامل ازاي. وهنا كان فيه شباك تاني. الحمام كان في الجزء ده كان حمام ومطبخ الاتنين مع بعض. الجزء ده كده كان مقفول مع الكاميرا، كان حمام. ده كان المطبخ بتاعنا. كان مدخل المطبخ من الجزئية دي. قفلنا الباب ده وفتحنا الجزء ده زي ما انتم شايفين كده. فتحنا الجزء ده وحولناه لمطبخ امريكاني. طبعا احنا اشتغلنا في المكان ده كان بناء على طلب العميل بدون ديزاين، ودي كانت اول مرة واول تجربة لينا ان احنا نشتغل بدون ديزاين لمكان معين. هدينا الجزء ده وفتحناه وبدأنا طبعا نعالج المحارة هنا في الجزئية بتاعتنا دي. وبدأنا نعالج لأن هنا المشكلة إن المكان ده فيه بعض التعديلات المعمارية، وفتحنا الجزء ده وشفنا إن إحنا لازم نوسع القطر بتاعنا. فالقطر بتاعنا ده حوالي 80 سم. تمام. عالجنا الجزء ده بالتجاليد زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا إحنا أسسنا سباكة جديدة للمكان لأن هنا كانت الرطوبة ارتفاعها من الأرضية حوالي متر بالظبط. خلونا برضو نمشي مع بعض خطوة بخطوة كده. الحمامات هنا طبعا بعد ما أسسنا القواعد هنا بتاعتنا كانت قواعد عادية. حولنا القواعد العادية دي لقواعد دفن فلاش تانك بتاعنا هنا من شركة روكا. أسسنا السباكة الجديدة، عملنا عزل جديد للمكان. فكل ده أخذ مننا مجهود ووقت. مش محتاج أقول لكم إن إحنا خلصنا الكلام ده في مساحة من الوقت أقل من شهر. إحنا طلعنا من الشقة دي حوالي 8 نقلات رش. البيبان بتاعتنا، البيبان دي مش جديدة بالمناسبة، دي هي نفسها البيبان القديمة. احنا بس كل اللي عملناه ان احنا عالجنا المشاكل اللي كانت فيها لانها طبعا اتأثرت بعوامل الرطوبة زي المكان كله ما اتأثر بيه. فعالجناها ووصلناها للمرحلة دي، غيرنا المفصلات بتاعتها، غيرنا الكارولين بتاعتها، حطينا طبقة ميلامين. المكان ده بالذات الأوضة دي كان ليها قصة مختلفة شوية. مستوى الرطوبة هنا كان واصل للمرحلة دي. المكان ده الرطوبة كانت وصلته لمرحلة انك لو حطيت ايديك كده الرطوبة تخلي المحارة بتفرول بتقع معاك، فكان لازم نعالجها. فالمعالجة في المرحلة دي كانت صعبة جدا، الموضوع ما كانش سهل. فكان لازم نبني الجدار ده والمحارة من جديد. الحمام هنا كان حمام ضيق شوية، فبالنسبة لمساحة الحمام كان لازم نبدأ بموضوع ان احنا لازم نوظف الامكانيات على حسب المساحه. فيفضل ان احنا ما كناش نعمل كابينه شاور كامله، فكان الانسب ان احنا نعمل بارتيشن ونسيب مساحه عشان الناس وهي داخله وخارجه يكون معاها مساحه انها تتحرك فيها باريحيه. يعني انا دايما بنصح العميل وانت بتاسس ما تحاولش تعمل كل حاجه، لازم تشوف المساحه المتاحه ليك ايه وتوظفها صح وتستخدم مساحاتك صح. أتمنى أن يكون شغلنا عجب حضراتكم. لو عايزين تسألوا وتعرفوا تكلفة المكان ده اتكلف كام بالظبط تقدروا تتابعونا في الكومنتات وتكتبوا كلمة تم، وإحنا هنتواصل مع حضراتكم من خلال الفريق المبيعات بتاعنا ونقول لكم على التكاليف بالظبط. لو حابين تعملوا معاينة أو مقايسة في أقرب وقت كلمونا. إحنا عندنا عرض في الفترة دي، عاملين خصم 50% على الديزاين تقدروا تستفيدوا بيه، وعاملين خصم على نسبة الإشراف بنسبة 10% فقط، وده أثناء فترة شهر يونيو. تقدروا تستفيدوا بالعرض ده دلوقتي.